المأساة مهما كانت. عودناكم دائما في حلقة كل أحد أن تكون هذه الفقرة خاصة بالإبداع والمبدعين، سواء فنانين، منشدين، شعراء، أيضا من لهم أشياء في الكوميديا أو في الستاند أب أوف كوميدي أو أشياء من هذا القبيل. اليوم معي أحد الفنانين الكوميديان اللي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وتحديدا على الانستغرام والفولورز. يتابعه ما يزيد عن 20,000 شخص. عنده كثير من المعجبين، يعني معه معجبين تقريبا أكثر مني بس يستاهل. بنتابع اليوم موهبته وبنشوف ماذا سيقدم لنا. إنه الفنان الكوميدي محمد بشر الحلالي. أهلا وسهلا. Enjoy your game. صل على النبي. والله لا تفعل محمد، صل والله لا تفعل. كاني والله صل على النبي يا محمد، صل على النبي يا محمد، كاني علي. الزمان ولا حبيب وماكو صاحب عالظروف يساعده، ظلك ويا الشمس لو غابت يغيب وتبقى طول الليل. ماكو حب بهالزمان ولا حبيب، ماكو صاحب عالظروف يساعده. شباب انتوا دارين ايش اللي يقهر الرجال؟ ايش الفقر. انتوا دارين ايش اللي يزيد يقتله؟ ايش المسدس. أهلا وسهلا فيك يا محمد، إيش أخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك. ليش اخترت هذا النوع من الفن الكوميديا؟ هو كانت البداية أنا ما كانش طموحي في هذا الشيء، كان طموحي أكون مهندس. أيوه. ودرست 2 في الهندسة وكذا، وبعدين أخذت دورات في التصوير الفوتوغرافي وأفلام على اليوتيوب وكذا والجرافيكس، ورأيت أن مجالي في هذا الشيء. حبيت هذا المجال وانخرطت فيه. أيوه، فبدأت أعمل غير فيديوهات بسيطة في الكوميديا. إيش أهم الفيديوهات أو المقاطع التي نزلتها وحسيت إنه كانت عملت صدى عند الناس وعملت يعني كذا واو؟ كانت هذا الأعمال اللي عملتها مشاركة في ذا فويس. ما شاركت في ذا فويس، غير دسيت نفسي في ذا فويس، وكان الأمر حالي وعجب الناس. عجب الناس. جبت لنا نسخة من هذا؟ هي موجودة النسخة. اوكي، اذا اشرف يحاول يطلع لي المقطع الخاص بذا فويس، اشوف كيف شارك بذا فويس عشان بعدين ارجع اشارك زيك بنفس الطريقة اللي ادس نفسي فيها في ذا فويس. اخر اعمالك ايش عملت؟ اخر اعمال. طيب قبل اخر الاعمال خلينا نشوف ذا فويس. طيب اوكي نتابع. Okay. Who just came out there? Yeah. I want to know. Hell. Oh, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Sing it, baby! So good, so good. I got you, yeah. Oh, I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. Yeah, yeah. So good, so good. I got you, yeah. Oh, break that. Listen, baby, when I hold you in my arms, I know I can't do no wrong, y'all. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. Yeah, I feel nice, like sugar and spice. So good, so good. I got you, yeah. حلو الموضوع هذا، انه واحد يشارك وما يشارك. يشارك ما يشارك. ايوه يشارك وما يشاركش. طيب عادة قدام اي فنان بيكون في صعوبات. اكيد.
ايش اللي واجهته؟ يعني أكثر الصعوبات اللي واجهتها في إنه في اليمن ما كانش متقبل هذا الموضوع بشكل كبير، إنه تصوير وما تصوير وتدخل نفسك وهذا المجابر ما كانش تعجب الناس، بالذات يعني مثل المشاركة في ذا فويس ما عجبتهمش، ظهور بنت وظهور فتاة وظهور كذا، هذا الأشياء ما كانش تعجبهم. ما اهتموش بقيمة العمل؟ أيوة ما اهتموش بالقيمة العمل، كانوا يعني بالقيم والعادات والتقاليد اليمنية وهذا الأشياء. الصعوبات المادية ما واجهتكش؟ لا واجهني لحد الآن، ما بش معي أي داعم؟ معي بردة خضراء في البيت، أيوه، وأصور تلفون الستري بس، ما بش أي حاجة يعني معك كروما زي اللي عندنا. لكن بردة صغير مش زي اللي عندكم ما شاء الله كروما كبيرة. أيوة. خلينا نتكلم عن حكاية التليفون اللي بتصور فيه، هذا كواليتي يعني. دائما لازم مثلا لما تظهر هذه الحاجات على السوشيال ميديا لازم تكون بكواليتي عالي أكيد. كيف قدرت إنه تمزج بين كل هذه الأشياء؟ في الأفتر أفكت وهذا الأشياء بنعمل إضافات أيوة. وإضافات لما يطلع فيديو محسن بطريقة مقبولة لدى الناس، لكن الكاميرا هي أفضل طبعا بكثير. طب آخر أعمالك إيش كانت؟ آخر أعمالي هو قد ظهر حق اللي كنت أنا والطلي. أيوة. كان حق عيد الأضحى، عملته في يوم العيد. في يوم العيد. أيوة. كويس. بتلاقي ردات فعل الناس، اللايكات بتنبسط؟ أكيد تمام. بيطلع لي اللايكات في الفيديو ل 2000 لايك. كويس. 2004. وبالمقابل في ديسلايك؟ في ديسلايك أكيد، لكن يعني أقل بكثير الديسلايك. الاعتراضات بتكون كثيرة. لا هو أساسا أي شيء بيعرض في ناس بيحبوه وفي ناس يعني بيكونوا ايوه، لكن يعني احنا كوميديا ومضحك وكذا وساخر احيانا. ايوه ساخر كثير، الفيديوهات قليل اللي يعرضوها والفيديوهات اكثر. ايوه. بتكون مقبوله لدى الناس ومحب يعني، وبالذات هذا الايام الناس كلهم محتاجين فرحه. ايوه. نتابع احد الفيديوهات كمان يا محمد. أغنام في المرعى تأكل تجري تقفز تسعى هجم الذئب الغادر وعوى يحلم أن يصطاد اسمع إن أكل الأغنام السبع كم غنما بقيت في المرعى 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 قام الراعي أسرع وجرى لا لم يسمح لا لم يرضى هاجمه بخفة شجرة يحمي الأغنام العشرة خذ يا ماكر خذ يا ماكر تحسب نفسك ذئبا شاطر خذ يوم من الأيام ممكن نشوفك مسرحي كبير بتناظر كثير من الفنانين الكبار على المستوى العربي. هو يعني مش إني حاجة مستحيلة إن شاء الله، بس أنا يعني أعمالي أشياء تكون هادفة، مش تكون أعمال مش هادفة، بحيث يعني حتى إذا أضحك الناس أضحكهم بطريقة جميلة، مش أضحكهم بطريقة بايخة أو سافرة. أيوة في هذه الأشياء. أيوة. أنت بتقدم رسالة من خلال الموضوعات اللي في معي موضوعات قدمت فيها رسالة، وشارك حتى في برنامجكم له أحمد الشقيري، وعملت موضوع عن البيئة. نعم عليه. أيوة. إذا إن شاء الله تستمر على هذه الوتيرة وتقدم أعمال كلها إن شاء الله هادفة، ونشوفك بعدين يوم من الأيام يمكن زي عادل إمام، سمير غانم. إن شاء الله. ليش لا؟ صح؟ أكيد إن شاء الله. الإنسان بيظل عنده طموح وبجلس بيقول دائما I hope وبيتمنى، وبالأخير إن شاء الله تحقق. أكيد مع الطموح الأول هو إن شاء الله نكون مهندس. إنك تكون مهندس. بتخلص إن شاء الله دراسة. إن شاء الله. بتتخصص أي نوع من أنواع الهندسة؟ هندسة مدنية. هندسة مدنية. كويس. حلو. تطالب وزارة الثقافة الجهات المعنية بإيش بالضبط؟ يعني كيف ممكن أن يدعموك؟ كيف ممكن أن يخرجوا هذا أو الطاقة اللي عندك إلى النور؟ مش غير الطاقة اللي عندي، في كثير من الشباب محطمين والله عندهم مواهب كثيرة. أيوة. بس ما يحصلوا لهمش داعم، ما يحصلوا لهمش شخص يعطيهم أمل حتى. بالعكس مكسورين بكل قوة في اليمن. لكن إن شاء الله بيوفقكم إن شاء الله. أنتم الشباب على أكتافكم بتبنوا اليمن الجديد ومستقبل اليمن الآتي إن شاء الله. من خلال الفيديوهات اللي بتقدمها أتمنى أنه كمان تناقش الوضع اللي حصل الآن في البلد وحمل السلاح ومش عارفة إيش أكيد. والمذهبية والطائفية اللي بيتكلموا عنها وهي مش موجودة أصلا في بلادنا. وفي حتى فيديوهات من هذه عملتها يعني في أشياء كثيرة إن شاء الله. إذا بتابع رغم إني ما عنديش أي شيء على السوشيال ميديا، لكن بحاول إني أتابع فيديوهاتك. في شيء حابب تقدمه لنا لايف كذا على الهواء؟
لا ما خلاص نكتفي بالفيديوهات اللي قدمت. ان شاء الله. وصلنا مشاهدينا طبعا مع محمد لنهاية الحلقة. أشكرك أنك شكراً، كنت شكراً معي طبعاً. اليوم. اسمح لي أن أختم مع المشاهدين. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم للمتابعة. أشوفكم على خير وعافية إن شاء الله.